أهلا بيكم في قناة بيت الحواديت. هنا هنعيش مع بعض أحلى الحواديت والقصص اللي هتخليكم في عالم تاني. لو بتحبوا الحواديت ما تنسوش تشتركوا في القناة، تعملوا لايك وشير عشان توصل لكم كل الحواديت الجديدة. يلا بينا نبدأ. يا سادة يا كرام، كان يا مكان وما يحلى الكلام إلا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. في حارة من حواري شبرا عايشة ست بسيطة اسمها نعيمة. نعيمة أم عادل. نعيمة دي كانت أرملة من 7 سنين. جوزها الله يرحمه كان نجار محترم، سايب وراه ذكرى طيبة وابن واحد اسمه عادل. سافر السعودية وبعت لها كل شهر 300 ريال ويدوب بيكفوا العيش والجبنة. وفي يوم من الأيام ونعيمة راجعة من شغلها عدت على محطة مترو الشهداء كالعادة، وإيه لقيت شنطة سودة كبيرة مركونة كده في ركن. احتارت وقالت أفتحها ولا ما ينفعش؟ طب أبلغ؟ طيب ولو فيها عيشة هنية؟ وهي بتفكر لقيت واحد غريب بيقرب، قلبها دق ووقع كده في رجليها. شالت الشنطة بسرعة وطلعت جري، وبمجرد ما دخلت قفلت الباب وراها بالقفل. فتحت الشنطة على طبلية المطبخ ووشها جاب ألوان. فلوس؟ ده أيوة فلوس، رزم وورق أخضر ومغلفات سودا مكتوب عليها أرقام وحروف وحاجات كده شكلها مش من بتوعنا. قعدت تبص على الشنطة وكأنها بتقول لها نعيمة، النعمة جتلك برجليها. من ساعتها ونعيمة بقت مش عارفة تنام، يوم تصلي استخارة ويوم تتكلم مع نفسها بصوت عالي ويوم تنادي على جارتها أم هاني عشان تقول لها لو واحدة فيها $500,000 تعمل ايه؟ أم هاني ما سكتتش، قالت لها تاخديهم يا نعيمة، دول رزق ربنا، هو انت كنت بتسرقي؟ ده ربنا بعتهم لك. بس قلب نعيمة مش مطمن، حاسة ان في حاجة مش مظبوطة، في ريحة مصيبة جاية من بعيد. بعد 3 أيام وهي بتكنس السلم شافت راجل واقف تحت لابس بدلة سودة وبيسأل البقال في حد هنا ساكن اسمه نعيمة؟ البقال ما خدش باله، بس نعيمة خدت بالها، ومن يومها بدأت تلاحظ حركات غريبة. باب الشقة يخبط ومفيش حد، عربية سودة مركونة تحت البيت طول اليوم، وتليفون بيرن ويفصل لما ترد. راحت لابن جارتها يوسف، شاب بتاع كمبيوتر، وقالت له على كل حاجة. يوسف فتح المغلفات اللي في الشنطة ولقاها مش فلوس بس، لأ، ده فيه مستندات وصفقات فيها أسماء كبيرة وكلها مكتوبة بالإنجليزي. قال لها الشنطة دي مصيبة يا طنط، الناس دي ممكن تبعت أي حد وراك ياخدك. نعيمة عيطت وقالت له طب أروح لمين؟ أبلغ الشرطة؟ يوسف قال لها وأنا جاي معاكي. دخلوا اسم الشرطة وسلموا الشنطة، والضابط اتفاجئ وقال لها الشنطة دي كنا بندور عليها من شهر، وانت ازاي احتفظت بيها المدة دي كلها؟ قالت له وهي ماسكة المصحف ما كنتش أعرف، أنا كنت مترددة قوي. وبعد أسبوع جالها جواب مختوم بختم النسر مكتوب فيه شكرا يا نعيمة،
تصرفك كان وطني وأخلاق. قد تم صرف مكافأة ليكي بقيمة 50,000 جنيه. نعيمة فرحت، بس مش عشان الفلوس، عشان لأول مرة تحس إنها عملت حاجة كبيرة، حاجة بتتحكي. ومن يومها بقت نعيمة كل ما تقعد في مكان تحكي الحكاية وتقول اللي يلاقي شنطة ما يطمعش، يمكن تكون مليانة فلوس بس جواها نار. ويقولك يا سيدي اللي الطمع لعب في قلبه الشنطة توديه في داهية، واللي قلبه نضيف ربنا يكتب له نصيب. وساعتها نعيمة قالت ولا شنطة مليانة دهب تسوى راحة البال. وسلام يا سادة بالسكر الزيادة على حدوتة شنطة قلبت الدنيا بزيادة. نونا في بيت الحواديت، واشتركوا في القناة وسيبوا القصص تمشي معاكم، عشان القصص دي مش بس للتسلية، دي نجاة. Goodbye.